أهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية الخاصة. نبدأها اليوم من تونس، حيث عاد هشام المشيشي رئيس الحكومة الأسبق إلى الواجهة بتصريحات مثيرة للجدل، تزامنا مع تطورات قضائية بارزة في قضايا التآمر على أمن الدولة. في تصريح جديد خرج هشام المشيشي عن صمته لينفي ما تم تداوله منذ إقالته سنة 2021 بخصوص تعرضه للعنف أو الإكراه من قبل جهات عليا في الدولة. المشيشي أكد أن قرار مغادرته القصبة كان بإرادته الشخصية حفاظًا على السلم الاجتماعي. ووفق تعبيره، هذا التصريح يأتي بعد سنوات من الصمت والغموض حول كواليس الليلة التي غادر فيها منصبه عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية. وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما غيابيا بالسجن 35 سنة ضد المشيشي، وذلك في قضية تعرف بالتآمر على أمن الدولة. ويذكر أن نفس القضية شملت أيضا شخصيات سياسية بارزة، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وسط تنديدات محلية ودولية تتعلق بظروف المحاكمات. من جهة أخرى، عبر المشيشي عن تعاطفه مع القيادي النهضاوي علي العريض بعد الحكم عليه بالسجن في قضية التسفير إلى بؤر التوتر، واصفا الأحكام بالظالمة في حق من خدموا الدولة. حسب قوله، تتواصل التحركات القضائية والسياسية في تونس وسط انقسام في الرأي العام بين من يرى في هذه المحاكمات خطوة لتطهير البلاد من الفساد، ومن يعتبرها تصفية حسابات سياسية. نتابع معكم تطورات هذا الملف لحظة بلحظة. شكرا لمتابعتكم. لمزيد من الأخبار والتحليلات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.